سوالف مع الطويل التالي. سالم الطويل يقول بأنكم لا تستطيعون أن تستغنوا عن كتب أهل السنة. ايش رايك يا مقبالي؟ ما تستطيعون أن تستغنوا عن كتب أهل السنة. كيف لا نستطيع أن نستغني عن كتب أهل السنة؟ هذه من ضمن الطوام أيضا التي تعطف على ما قبلها عندما قلت بأنني لا أقرأ كتب الإباضية. أنت لو قرأت لعلمت أننا أقمنا دولا وشيدنا صروحا قبل أن يخط أهل السنة كتبا لهم مؤلفات، يعني قبل البخاري ومسلم وقبل كتب الأحاديث التي تعتمد أنت عليها ولا تستغني عنها. قامت لنا دول قائمة على الكتاب والسنة. واسأل التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. سنة 28 و100 قامت دولة الإباضية في اليمن. أين كان البخاري يوم ذاك؟ البخاري دون سنة 196 هجري، سنة 96 و100 من الهجرة ولد البخاري. سنة 128 قامت الإباضية دولة. ثم سنة 130 اقرأ تاريخ ابن كثير، سنة 130 قامت الإباضية دولة في الحجاز. واقرأ هذا في البداية والنهاية ابن كثير لما دخل الإمام أبو حمزة الشاري سنة 130، يعني قبل أن يولد الشافعي وقبل أن يولد أحمد. وانظر كم كان عمر الإمام مالك الذي ولد سنة 93 للهجرة، وكم كان عمر أبي حنيفة الذي ولد سنة 80 للهجرة. كيف نكون محتاجين إلى غيرنا ونحن من قامت دولتنا في عمان سنة 132 سنة 32 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل أن يولد الإمام الثالث والرابع لأهل السنة والجماعة، وقبل أن يولد البخاري ومسلم. قامت لنا دول، وسنة 140 وسنة 160 قامت لنا دول في المغرب. هذا قبل أن توجد كتبكم التي أنت تتفاخر بها. فكيف نحن نكون عالة على غيرنا ونحن الأسبق؟ الأمر الآخر أن كتب أهل السنة والجماعة حقيقة نستفيد منها لما فيها من علم ومعرفة. فإن القاعدة عندنا فنأخذ الحق متى نراه، لو كان مبغض لنا أتاه، والباطل المردود عندنا ولو أتى به الخل الذي له اصطفوا. هذه القاعدة. فالحق مأخوذ عندنا من مجابه. لكن أنا أسألك، هل تستغني أنت عن كتب الأشاعرة الذين تذمهم وتعيبهم ليل نهار؟ أنت هل تستغني عن كتب أهل السنة الأشاعرة أهل السنة والجماعة؟ لا تستغني عن ابن جرير ولا عن ابن كثير، ولا تستغني عن شرح ابن حجر على البخاري، ولا عن شرح النووي لابن حجر، وهؤلاء كفار عندك، لأنك قلت بأن من لا يؤمن أن الله فوق فهو كافر. وابن خزيمة يقول بأن من لم يؤمن أن الله فوق عرشه بائن من خلقه فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت رقبته وألقي على المزابل. وأورده عنه ابن تيمية في مجموع فتاويه، وأورده في كتاب شرح حديث النزول، وأورده ابن القيم عنه كذلك في نونيته. فهذا مشهور عن ابن خزيمة، يقول بأن من لم يؤمن أن الله فوق سماواته بائن من خلقه فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت رقبته وألقي على المزابل. وهذا الحكم يشمل ابن حجر ويشمل النووي ويشمل السيوطي ويشمل ابن جرير الطبري ويشمل هؤلاء الأئمة كلهم الذين حكينا كلامهم. أنت لا تستغني في العلوم، في علوم القرآن الكريم والتفسير عن أهل السنة، ولا تستغني في السنة عن أهل السنة، ولا تستغني في كتب الأصول عن أهل السنة، ولا تستغني في اللغة عن أهل السنة، ولا تستغني كذلك عنهم في التاريخ، فأنت عالة عليهم. والواقع أنت من تحتاج إلى الإباضية، فإنك ولا بد أنك بحاجة إلى أسانيده التي رواها البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. روى البخاري ومسلم عن الإمام جابر بن زيد أبي الشعثاء الذي قال عنه ابن معين إمام الجرح والتعديل كان إباضيا. جابر بن زيد
كان إباضيا، وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر. فأنت عال على الإباضية، وعال على الإباضية لأن عكرمة مولى ابن عباس كان إباضيا، وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. فأنت بحاجة إلى الإباضية، وأنت بحاجة إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب معجم العين، والذي هو أول معجم لغوي في العالم الإسلامي. وكما أنه لم يستغني عن الخليل السيبويه وهو أحد تلاميذه، فكيف نكون نحن عالة عليكم وأنتم العيال على كل المسلمين؟ أنتم عالة، تجاوزتم أن تكونوا عالة على المسلم، بل أنتم عالة على البهائم، وعالة على العوام، وعالة على اليهود، وعالة على النصارى، وعالة على الحشرات، وعالة على البقر والحمير، كما هو ثابت في كتبكم. لا أتي هذا من عندياتي، بل هذا موجود. واقرأ على سبيل المثال للحصر اجتماع الجيوش الإسلامية، فقد ساق ابن القيم هناك الاحتجاج بالبقر والحمير وغيرها. سوالف مع الطويل التالي.